وحسن فتحي شخصية منسية عند العامة، لكن اللي يعرفوا حسن فتحي ويعرفوا قيمته ما يقدروش ينسوه، لأنه رائد من رواد النهضة الحديثة. لا كرامة لنبي في وطنه، فمعلش هذا ثمن بيدفعوه العظماء من جسمهم، من لحمهم، من دمهم. لكن طبعا الأهالي قاوموا الانتقال، بعضهم انتقل والأكثرية رفضت. وفي ناس في تفكيرها كان من ضمن التفكير بتاعها ان هي القبو ده راح يوقع عليها والبيوت بالطين وبتاع، رغم ان هم عايشين في الطين يعني وبتاع. يعني ما عندهمش دافع ان يسيبوا القرية على اساس ان هم ساكنين في المقابر فوق المقابر دي، واللي بيلاقوه بيبيعوه وهكذا، ما هماش فلاحين بالطبيعة يعني. فللأسف الشديد حاولوا يغرقوا قرية الجرنة أو الجزء اللي اتبنى منها مرتين، فتحوا عليها الجسر على أساس إنها تغرق خالص يعني. وحسن فتحي كان باني جسر حوالين القرية بحيث إن المية ما تنزلش على القرية، فحصل ارتفاع منسوب مياه النيل أزيد من اللزوم، فنزلت المية وغرقت القرية سنة 49. هذا الكلام، هذا العمل قيل مرة انه جت مصادفة، وقيل مرة اخرى انه اتعمل بالقصد لكي يفشل هذا المشروع، وانا يمكن ميال اكتر انه اتعمل بالقصد. طبعا اتغرقت، مش مع ده حقيقة يعني. محضر البوليس بيقول كده، ليه احنا هنقعد نفكر هي اتغرقت ولا ما اتغرقتش؟ اللي اتبنى فيها ما يجيش ربع المشروع، واتوقف المشروع بعد ثورة 23 يوليو، وحسن فتحي توقف مشروعه وما كملش تاني. كمل، بس كان مصاحب له حزن، يعني كأنها علاقة حميمية تربط رجل وامرأة وانتهت نهاية غير سعيدة، بس هو ما زال بيحبها، ما زال بيحب الأقصرية والجرنوية وأهل بلده، بيحبهم، بس ما كانوش أوفياء، خانوا، فده بيبقى مصدر حزن. لما رجع حسن فتحي اشتغلنا الحقيقة في قرية اسمها قرية باريس في الواحات الخارجة. كان أياميها ده مشروع إرشادي ضمن حوالي يمكن 20 مشروع إرشادي نفذت في الوادي الجديد في الخارجة. على سبيل المثال كان في قرية اتنفذت كلها بالشاسات حديد، وقرية تانية كلها بالخرسانات. فلما ابتدينا نعمل المشروع بتاعنا، حسن بيه حب يبقى ده نموذج يطبق في جميع قرى مصر. مادة البناء كانت من الموقع، كنا نحفر على عمق متر بنلاقي عروق طفلة ماشية تقريبا لغاية السودان. عملنا مركز تدريب في أول 3 شهور، كان عندنا 20 بنا، نصف مدربين للبناء بالقبة والأب. مع انتهاء المشروع بيبقى فيه خبرة تكتسب من أهل المكان، زي ما قلت ممكن تطبق في القرى المجاورة. مقارنة بالمشاريع الأخرى، طبعا النظام اللي احنا شغالين اسمه النظام التعاوني، لا فيه مقاول ولا ينفع فيه الرشاوي. فللأسف الشديد بعد ما بنينا مبنى التعمير الذاتي والسوق، وقفوا المشروع وقالوا إنه ملوش ميزانية، والمشاريع التانية كملت للنهاية. قرية باريس اللي ابتدينا نشتغل فيها وكانت فيها، والتجربة اتعملت ونجحت. أمام أول ما ظهر النجاح وقفوها لسبب بسيط، إنها ما بتتكلفش كتير. يعني الفيلا بتاع مدير القطاع في مدينة الخارجة، نقول إنها مثلا كانت مساحتها 200-300 متر، كلفت 46,000 جنيه. احنا عملنا لهم سوق مساحته 2200 متر مربع، وفي بدرون مهوي علشان خاطر محافظ المأكولات، وفي سقف مجوز من فوق عشان التهوية. اتكلفت 11,000 جنيه. عملوها معتقل لمهاريب الحشيش،
يعني خلى الإنسان بقى مالوش قيمة بالمرة. شعر حسن فتحي بالإحباط مرة أخرى نتيجة توقف مشروع واحة باريس الجديدة، وتردد أن بعض رجال النظام كانوا وراء توقف المشروع. بلدي أمي ومريضة وعندي العلاج ومحدش راضي عليك.